حي المغاربة بقى المرة دي في بيت المقدس، الموضوع ممكن يكون غريب شوية، إيه اللي جاب الأمازيغ لبيت المقدس؟ لكن خليني أقول لك، لو كنت سمعت حلقة المرابطين أو الموحدين هتعرف إن الناس دي حريصة أشد الحرص على الجهاد في سبيل الله، وده اللي خلاهم يضيفوا بلدان كتير جدا في سبيل إعلاء كلمة الدين. القصة كلها بترجع أو بداية الموضوع إن صلاح الدين الأيوبي لما فتح بيت المقدس ابتدى إن هو يتعرض لهجمات من الصليبيين، وهجموا كمان على أساطير الإسكندرية اللي على الأسف ما قدرتش إنها تتصدى ليهم، وده بقى اللي خلى صلاح الدين الأيوبي ياخدها من قصرها يلجأ لإخواته البربر أو الأمازيغ. الراجل على طول لجأ للمنصور الموحدي قائد معركة الأرك، وطلب منه إنه يمد بأسطول بحري يساعده في حرب ضد الصليبيين، ودي الحاجة بصراحة اللي تميز بيها أهل المغرب في إن هم يعني بيقدروا يبنوا أساطيل قوية. واتقال وقتها ان المنصور الموحدي بعت 180 اسطول، وتمكن بالفعل ان هو يمنع النصارى من سواحل الشام، وبكده يكون الامازيغ او البربر ما تاخروش في ان هم يصدوا هجمات الصليبيين. وعشان كده صلاح الدين الايوبي كان حريص ان هو يوطنهم في بيت المقدس، بالتحديد في الزاويه الجنوبيه الغربيه للحرم المقدسي، وتسمى وقتها بحاره المغاربه.